السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. أصدر الفيفا تصنيفه الأخير لعام 2025، التصنيف اللي يعتبر لبداية عام 2026، واللي شهد تغييرات مهمة للمنتخبات العربية، واللي حافظ منتخب أسبانيا على صدارة منتخبات العالم، بينما كان منتخب فيتنام الأعلى تقدما من حيث المراكز، وكان المنتخب الفلسطيني الأكثر تقدما من حيث النقط على مستوى العالم بعد مشاركته في كأس العرب، في حين أن ماليزيا أكثر المنتخبات تراجعا من حيث المراكز ومن حيث النقط. خلونا نشوف تصنيف المنتخبات الجديد لعام 2026، فخلونا نبدأ بسم الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في صدارة التصنيف أسبانيا، في المركز الثاني الأرجنتين، في المركز الثالث فرنسا، في المركز الرابع إنجلترا، الخامس البرازيل، السادس البرتغال، السابع هولندا، الثامن بلجيكا، التاسع ألمانيا، العاشر كرواتيا، واللي ما فيش أي تغييرات عن التصنيف اللي فات بالنسبة لأول 10 منتخبات على مستوى العالم، سواء في المراكز أو حتى من حيث النقط. في حين في المركز ال11 على مستوى العالم أول ظهور عربي المنتخب المغربي المتوج بكأس العرب والمتواجد حاليا في كأس الأمم الإفريقية المنظمة على أرضه، واللي تقدم من حيث النقط بعد تتويجه بكأس العرب، وأصبح قريب جدا من الدخول في قائمة أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم. فالفرق بينه وما بين كرواتيا وألمانيا وبلجيكا قريب جدا، واللي من المنتظر إن شاء الله نشوف تقدم عربي تاريخي للمنتخب المغربي بعد كأس الأمم الإفريقية. بينما في المركز ال 12 إيطاليا، 13 كولومبيا، 14 أمريكا، 15 المكسيك، 16 أورجواي، 17 سويسرا، 18 اليابان، 19 السنغال تاني ظهور إفريقي، وفي المركز ال20 إيران تاني ظهور أسيوي بعد اليابان. في حين في المركز 21 الدنمارك، 22 كوريا الجنوبية، 23 الإكوادور، 24 النمسا، 25 تركيا، 26 أستراليا، 27 كندا، 28 أوكرانيا، 29 النرويج، 30 بنما، 31 بولندا، 32 ويلز، 33 روسيا. وفي المركز 34 المنتخب الجزائري متقدما مركز، ومتقدما برضه بالتأكيد من حيث النقط بعد مشاركته في كأس العرب، وبالعكس بالنسبة للمنتخب المصري اللي تراجع مركز وأصبح في المركز 35 بعد مشاركته في كأس العرب. بينما في المركز 36 اسكتلندا، 37 صربيا، 38 نيجيريا، 39 باراجواي، 40 المجر، واللي جه تقدمها بسبب تراجع المنتخب التونسي في المركز 41. في حين في المركز 42 كوت ديفوار، 43 السويد، 44 التشيك، 45 سلوفاكيا، 46 اليونان، 47 رومانيا، 48 فنزويلا، 49 كوستاريكا، 50 أوزبكستان. وبكده نكون شفنا أول 50 منتخب على مستوى العالم. في المركز 51 بيرو، 52 تشيلي، 53 مالي، واللي جه تقدمهم بسبب تراجع المنتخب القطري 3 مراكز، واللي أصبح في المركز 54 بعد مشاركته في كأس العرب اللي كانت منظمة على أرضه. في حين في المركز 55 سلوفينيا، 56 الكونغو، 57 الكاميرون، 58 المنتخب العراقي في نفس مركزه وإن كان أقل من حيث النقط، 59 إيرلندا، 60 المنتخب السعودي في نفس مركزه وتقدم بسيط من حيث النقط. بينما في المركز 61 جنوب إفريقيا، 62 بوركينا فاسو، 63 ألبانيا، 64 المنتخب الأردني متقدم مركزين بعد تواجده في نهائي كأس العرب، واللي أحرز تقدم كبير من حيث النقط 11 نقطة تقريبا. في المركز 65 الهندوراس، 66 مقدونيا الشمالية، 67 كاب فيردي، 68 الإمارات متراجعة مركز، 69 إيرلندا الشمالية، 70 جامايكا، 71 بوسنة والهرسك، 72 غانا، 73 جورجيا، 74 إيسلندا، 75 فنلندا، 76 بوليفيا، 78 الجابون، 79 المنتخب العماني في نفس مركزه ومتقدم نقطة من حيث النقط بعد مشاركته في كأس العرب، 80 كوسوفو، 81 غينيا، 82 كوراسو، 83 مونتينيجرو، 84 هايتي، 85 أوغندا، 86 المنتخب السوري متقدما المركز بعد تقدمه 4 نقط ونص تقريبا، و87 نيوزيلندا، 88 بلغاريا، 89 أنجولا، 90 البحرين متقدمة مركز، واللي جه تقدمها بسبب تراجع زامبيا اللي أصبحت في المركز 91. في حين في المركز 92 بنين، 93 الصين، 94 جواتيمالا،
95 المنتخب الفلسطيني متقدم المركز بعد تقدمه 14 نقطة تقريبا، واللي يعتبر المنتخب الفلسطيني الأعلى تقدما من حيث النقط على مستوى العالم في هذا التصنيف. في المركز 96 تايلاند، 97 غينيا الاستوائية، 98 ترنداد وتوباغو، 99 بيلاروسيا، وفي المركز 100 السلفادور. وبكده نكون شفنا أول 100 مركز على مستوى العالم، واللي من بعد المركز 100 مفيش تغييرات كبيرة. ولو بصينا على المنتخبات العربية هنلاقي المنتخب اللبناني متراجعا مركز في المركز 108، وكذلك جزر القمر في المركز 109، والمنتخب الليبي في نفس مركزه 111، والمنتخب الموريتاني متراجعا مركز في المركز 115، بينما المنتخب السوداني متقدما مركز في المركز 117، والمنتخب الكويتي في المركز 135 حقق زيادة بسيطة من حيث النقط، بينما المنتخب اليمني متراجعا مركز في المركز 149. وجيبوتي في المركز 196، والمنتخب الصومالي في المركز 200. وبكده نكون شفنا تصنيف منتخبات العالم مع بداية عام 2026. تفتكروا يا ترى ايه اقوى مفاجآت ممكن نشوفها في التصنيف خلال عام 2026، وخاصة انه هيشهد ان شاء الله كأس العالم؟ وايه توقعاتكم لافضل المراكز اللي ممكن تحققها المنتخبات العربية خلال هذا العام؟ مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.